طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا زميلنا أبو يزيد الأستاذ محمد الرشيدي. الله يعطيك العافية. الله يحييك. والله أنا سعيد ومسرور أن ألتقي فيك ونجري معك هذا اللقاء البسيط. بارك الله فيك. الله يجعلنا إن شاء الله ممن يظلهم في ظله اثنان تحابوا في الله وافترقوا عليه. الله يجعلنا منهم إن شاء الله. اللهم آمين. ونحبك في الله صدقا. وأحبك الله الذي أحببتني فيه، ونحن كذلك والله نحبكم في الله. حياك الله يا أستاذ محمد. أستاذ محمد، بارك الله فيك. يعني باعتبار احنا في العمل الآن، يعني إيش يعني في رأيك إيش أبرز يعني أسباب نجاح الموظف يعني في عمله؟ يعني والله نجاح الموظف يعني أنا أرجع لنفسه، يعني يتكيف مع الأجواء المحيطة فيه، يطور من نفسه، يحمل أحسن. ورب إن شاء الله يوفقك. أحسن. طيب أنت أستاذ محمد، يعني من مسيرتك في العمل، هل يعني كنت في قسم واحد ولا تنقلت في عدة أقسام؟ والله تنقلت كثير. تنقلت يمكن في 5 جهات مختلفة وإدارات مختلفة بين الرياض وجدة. ما شاء الله. واستفدت منها الكثير. كنت بقول لك، يعني هل استفدت من هذه التغيرات؟ اي طبعا، خروجك عن اكثر من اداره. مع اني انا رجل احب الاستقرار لكني مجبر اخاف لاحقا. يعني كان تنقلي، كنت في الرياض، كنت العمل في جده. ويعني هو ممكن مرتين يعني خرجت بيرات، يعني مرتين خرجت بيرات. ما شاء الله. يعني حاولت يعني انك يعني الامور يعني تتكيف معها، لكن احيانا تقف في تواجه بعض العقبات او العقبات ما تقدر انك الحل انك تخرج. وهذه بعد يعني من الاشياء اللي انا اشوفها انه يعني الواحد ما يستعجل يعني في الخروج، يتنقل من مكان لمكان ثاني، يصبر ان الله معه. الصابر. يصبر ويحتسب. ولا تدري يعني الدنيا يعني والايام دول. نعم. يعني وان شاء الله يعني وبعد العسر يسر. هذه من الاشياء اللي انا تعلمتها، يعني لا استعجل في مثل هذه الامور. طيب ايش توجيهك للموظفين مثلا في احيانا مثلا يكون في وقت فراغ في العمل، او مثلا وقت فراغ عنده في البيت مثلا، فيجلس على وسائل التواصل مثلا، ايش تنصح مثلا في استغلال وسائل التواصل؟ هل ممكن يستطيع انه يدخل عن طريق وسائل التواصل يطور نفسه وقدراته مثلا عن طريق؟ والله ما اخفيك، انا اعاني من هالموضوع صراحه. يحصل معي يكون فيه وقت فراغ سواء في عملي او في البيت. وسالت احد الزملاء عندي هنا، قلت لنفسي قلت انا اعاني من المشكله. بعد رد قال عليك بقراءه القران. الله اكبر. لو صفحه في اليوم، نص صفحه، ستجد يعني تتغير حياتك الى شيء اخر. اعطاني الجواب. نعم. يعني بقول انا بطور من نفسي واني ابغى يعني اطلع وكذا. انا وصلت في العمر يعني احس اني اكتفيت يعني من موضوع اشعر كذا. انا اشعر كذا يعني. هذا اللي اشعر فيه يعني. لا لساك صغير يا ابو يزيد. بالضبط. بس لما اطالع يعني في السنوات يعني كان في يعني دراسه ودورات والانسان يعني يطور من نفسه ما يمنع. لكن انا نفسي يعني ان وجدت راحه اخذ يعني استمتع في وقت راحتي. نعم. بس يعني كل اوقات الفراغ كلها استمتاع؟ لا يكون لا والله يعني احيانا يعني هذه رجعتني للقران الكريم يعني وقت اول كنت يعني منقطع اقرا له في رمضان. الله المستعان. فهذه واحده من الاشياء. الشيء الثاني بديت اني اطلع في بعض اللوائح والانظمه كذا. يعني بدايه يعني تثقيف. احسنت. نعم. هذه شيء جيد حتى لو انه ما يخصك. صدقت. احسنت. يعني نعم. تكون ملم يعني هو انا اذكر واحد يعني مدير عام المشاريع بجامعه الملك عبد العزيز. لو واحد تقرا في اليوم واحد مو شرط تقراها كلها. تقرا واحد. تقرا ماده واحده. فتخيل انت بعد 365 يوم كم تكون يعني قرات ما يكون عندك حصيله فعلا. هي ما بس الواحد يرتب نفسه يرتب وقته. احسنت. نعم. هو الترتيب. نعم. نعم. لا انا زيك يعني. احنا في قسم الموارد البشريه يعني احيانا في الهيئه التعليميه احيانا يسالوني بعض الاسئله
ما تعرف. حقيقة انه ايوه احرج والله صراحة. لما يجي دكتور مثلا يسالني عن الاعارة وكيف كيف طريقتها، ايوه، او مع انه من صلب عملنا يعني، وقد سويت مثلا تجيني معاملة اسويها ادخل له اعارة او مثلا انتداب ولا ندب ولا كذا، لكن تسالني اجراءاتها او كيف وكذا ما عندي خلفيه يعني كيف تبدا وكيف طريقتها. فايش تحلها كيف تسال؟ اي اسال غير السؤال الرئيسي. نعم. فلا هل السؤال، لكن لو اقرا في اللائحه كان بامكاني اخرج بحصيله طيبه. حتى لو قرات اللائحه يمكن تعطيك 60-70% قواعد. اي لكن العمل لا، غير لما تكتب التنفيذ مارس اي شيء ثاني. التنفيذ العملي نعم مختلف. وهذه بعد ترى احيانا انه توصلك المعلومه بسهوله في بيئه عمل، هذه يعني الاشياء المفروض انها تكون يعني الموظف يحصل عليها بسهوله. اي يكون متمكن. احسنت. نعم. طيب بارك الله فيك. طيب قبل ما نختم يعني هل مثلا في العمل مر معك بعض المواقف مثلا طريفة أو محرجة أو صعبة، أو مثلا تذكر منها شيء يعني؟ والله فيه كثير بس ما ينفع أقول. في أشياء كذا حصلت يعني. أنا أذكر يعني مرة من المرات يعني جاءني خطاب من في جهة غير الجهة العملية زمان يعني قبل يمكن 15 سنة من مدير عام الموارد البشرية، مدير شؤون الموظفين وقتها كان اسمه مدير شؤون الموظفين، وأنه سوف يتم إيقاف راتبي، وما كنت فاهم الموضوع ليش يعني. فرحت استفسرت أنت ليش تتوقف الراتب؟ فوجدت أنه يعني لم يستند الاستناد الصحيح. فعلا والله يعني لم يستند الاستناد الصحيح في هذا الموضوع. الموضوع كان يعني أصغر من كذا بكثير. ولما تناقشت معه كان هو أحرج وقال يعني أنا يقول لو ما كتبت السطر الأخير هذا اللي هو إيقاف ما كان جيتني يعني وتعرفنا عليك وكذا وكذا، لكنه تعذر من الموضوع ونحل يعني انحلت يعني شيء يحسب. هذا الموقف يعني الصعب تقريبا يعني جدا يعني كنت مفاجئ يعني. لا شك. نعم. طيب استاذ محمد برضه السؤال الاخير يعني ما شاء الله تبارك الله انت يعني في كذا حفل يعني يكون في معالي رئيس الجامعه وفي الوكيل وفي يعني ما شاء الله رؤساء الادارات وانت تقدم يعني ما شاء الله تبارك الله. هل التقديم هذا يعني هل يعني مثلا مهارة أنت تعلمتها ولا كذا من الله سبحانه وتعالى يعني صفة فيك والله ولا اكتسبتها ولا؟ لا أصعب. أنا والله ما أحب التقديم وتلقاني يومين 3 أيام وأنا يعني متوتر أو قلق. طبعا تكون متوتر يعني خصوصا على قولتك يعني. بس ما شاء الله الزملاء أنا ما قد حضرت والله، بس الزملاء اللي قد حضروا يعني يثنون عليك ما شاء الله أنك أنت ما أنت مرتبك وأداء شيء. بالضبط. أنا لما أطلع ما أكون راضي عن نفسي، أجد نفسي إني يعني أحس إني لم أكن جيد. فدائما أشعر بالشعور هذا، وحتى لما يعرض علي آخر مرة اعتذرت صراحة. ما أحبه لكني أضطر إني يعني حصل يعني في أحد الزميلات كانت أنها تبي تقدم صار عندها سافر بالرياض والحفل بكرة. الله المستعان. عرفت شفت صادق إحراج. فكان ما إنه يبي له ترتيب، يبغى لك إعداد وترتيب. صادق. أنا ما أحب بس إني أحيانا أضطر لها وقحمت يعني. بصراحة يعني في حاجة ترى أصعب موقف إنك تقف وتلقي كلمة والعيون كلها يعني مصابة عليك. لا شك. الموضوع ترى مو سهل. ما هو سهل فعلا. إلا إذا كان واحد متعود. فعلا. إذا كان قدام زملاء لا بس يكون في رئيس الجامعة طبعا شيء رسمي وتصوير والامور هذه والخلطه يعني محسوبه. نعم. وكميه حلوه. انا والله ما احب. الحمد لله. بس جزاك الله خير على الاقتناع يعني. وياك ان شاء الله تعالى. لعلك ان شاء الله تطور هذه المهاره اكثر وان شاء الله نشوفك في محافل ان شاء الله تعالى. امين. طيب جزاك الله خير استاذ محمد، يعطيك العافيه وبارك الله فيك. وفقك الله يعطيك الجميع. الله يتقبل منك.